عندك مشكلة في محكمة، مشكلة بسبب أوراق ما، مشكلة مع جار لا يريد أن يخرج من بيتك، لأن هذه المعضلة أصبحت مشهورة جدا. أصبحت لا أدري كيف أصفها، ولكن تأتي لتستأجر بيتك بعد مرور 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو حتى 4 سنوات. تكون بحاجة لاسترجاع بيتك، فالمكتري يرفض تماما ويقول لك: إن أردت بيتك ادعيني، اذهب للمحكمة. فمن يعاني من هذه المشكلة أو هذه المعضلة فهذا الفيديو له. أيضا إن عندك شخص ما تشاجرت معه وعندكم مشكلة في المحكمة، يعني هناك طلوع ونزول ومشاكل أنتم في غنى عنها، فهذا الفيديو هو لك. إن عندك شخص في السجن وتريد أن يخرج من السجن، فهذه الفائدة لك. أيضا إن كان عندك دين تريد أن تسدد دينك، فهذا الفيديو لك. أي مشكلة تواجهها في حياتك وتجدها صعبة الحل، فإن شاء الله بفضل هذه الفائدة التي سأعطيكم إياها ستكون ناجحة وفائدة عظيمة ومجربة لفك كل المشاكل التي نعاني بها ومنها بإذن المولى عز وجل. كما أقول دائما: نحن نقوم بالأسباب والكمال على الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. فيديو اليوم هو عبارة عن فائدة ربانية جميلة جدا جدا لحل كل المشاكل المستعصية علينا بفضل الله. لكن لطفا وليس أمرا لمن غير مشترك في القناة أن يشترك معنا، أن يدعمنا بلايك وترك تعليقات أسفل الفيديو واستفساراتكم حول هذه الفائدة. وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم إشعارات القناة وكل ما هو جديد مفيد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه الفائدة هي من الفوائد ومن القواطع السهلة والبسيطة في حل أي مشكلة تصادفنا في هذه الحياة. فقط علينا أن نتوكل على الله، وأن يكون إيماننا بالله قوي وثقتنا في الله كبيرة، ونقوم بهذه الفائدة. متى سنقوم بها؟ في الليل عندما نأتي للنوم نتوضأ وضوء الصلاة، يعني ننام على طهارة. إن أحببت أن تصلي ركعتين بنية أن يفرج الله كربك وهمك وأن يحل لك مشكلتك، كان لك بها الأجر مضاعف. إن لم ترد ذلك فلا بأس. تذهب لسريرك وتنام على شقك الأيمن، ثم تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تريدها، سواء صيغة الفاتح وهذه أفضلها، أو الصيغة الإبراهيمية وهذه أيضا أفضل، أو الصيغة النارية أو الصيغة التفريجية. أي صيغة أنت حفظتها في الصلاة على الحبيب اقرأها وقلها 100 مرة. بعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات، ثم تقرأ سورة الشمس 7 مرات، وسورة الليل 7 مرات، وسورة التين 7 مرات، وسورة الفجر 7 مرات. 4 سور ستقرأهم 7 مرات لكل سورة بيقين تام وبتدبر لكل آية في هذه السور الشريفة. يعني لا تقرأها بسرعة لتنهي العدد، لا، خذ وقتك في قراءتها، ثم تتوكل على الله وتنام. طبعا قبل قراءة هذه السور ال4 انوي أنك ستقرأها لتحل مشكلتك كيفما كانت، تنوي قراءتها لحل تلك المشكلة. بعد ذلك تنام على شقك الأيمن، وبفضل الله وبأمر الله وبقدرة الله عز وجل وبفضل هذه الصور الكريمة سيأتي في منامك الحل المناسب لمشكلتك. سيأتيك في أول ليلة أو في ثالث ليلة
أو في 7 ليلة، وربما قد يطول إلى الليلة 21 على حسب طريقة قراءتك لهذه الصور وعلى حسب نيتك ترزق. إن كانت نيتك صافية سترى الحل في نفس الليلة. إن كنت تشك نوعا ما ولو 0.001 سيتأخر الحل عليك. هذه الفائدة جدا عظيمة ومجربة لحل كل المشاكل المستعصية. استعملوها بيقين، سترون منها عجب العجاب بأمر الله. هذا جهدي عليكم. هذه فائدة راها زوينة بزاف، وغير من اللي تشوفوا الحل ديال الفائدة ديالكم في المنام وتستيقظوا فجأة في الليل، قوموا وصلوا ركعتي شكر لله عز وجل، وصلوا على الحبيب محمد إلى أن يؤذن آذان الفجر. والله ثم والله إنها لتجربة وليست تجربة، إنها لفائدة عظيمة جدا 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 في حل كل المشكلات المستعصية. هذا كل شيء لليوم. إن عجبكم الفيديو كالعادة ما تنسوش ديروا شير، نشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعله. ما تنسونيش من دعائكم. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. أحبكم في الله إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.